السلام عليكم، انا دينا شعراوي ودي الشانل بتاعتي بوليمر كرافتس. النهارده هنتعلم ازاي نعمل البروش الجميل ده على شكل ب3 بلالين. يلا بينا نبدا. هناخد لون ابيض ونقسمه 3 قطع، كل قطعه هنعملها على شكل بيضاوي اللي هو شكل البالونه. انا عامله قطعتين كبار وواحده صغيره. وننضف كويس جدا بوايبس عليها كحول عشان ده لون ابيض. هناخد بقى لون بريمو اوبل، هو بيبقى فيه زي جليتر كده بسيط، حطيت عليه الوان كحوليه لون اسمه سانجريا تقريبا، مش متأكدة يعني، هو مدي على الأحمر شوية كده. أنا بحطه وافرده بإيدي وبعد كده أعجنه كويس. وكده أنا فردته على أرفع حاجة على الباستا ماشين عندي، ده أرفع شكل ليه. وبعد كده أعمله بقى بالمنظر ده عشان يبقى كأنه هو زي تغليفة من التل حوالين البالونة، وهنعمل فيها كسر زي ما انتوا هتشوفوا كده أنا هعملها ازاي. نقطع بقى الزيادات بالكتر. وفي الجزء اللي تحت ده نحط فيونكة لونها اسود. انا عشان عندي قالب سيليكون فيونكات فاستخدمته، لكن انتوا ممكن تعملوا الفيونكات بايديكوا عادي. نلزق طبعا بصلصال سائل عشان ما تفكش، ونعمل بقى بالبول تول زي حفرة كده في الجزء الاسود بتاع الفيونكة من تحت، علشان خاطر هنلزق فيه الخيط بتاع البالونة دي. كده احنا خلصنا اول واحدة. تاني واحدة بقى اللي هي الصغيرة نفس اللون برضو بتاع الألوان الكحولية، بس أنا غمقته شوية واستخدمت فيه صلصال شفاف عادي مش الأوبل.
وبنفس الطريقة هنعمل الكسر. وبرضو هنحط فيونكة بس تبقى مناسبة لحجم البالونة. المرة دي البالونة أصغر شوية، فأنا هحط فيونكة أصغر. أنا استخدمت جليتر أسود عشان أحطه على البالونة دي، عشان أديها شكل مختلف شوية عن أول واحدة اتعملت. تالت بالونة بالظبط زي أول واحدة، لكن مش هحط عليها لون، هيبقى لونها أبيض عشان نعمل تدريجة للألوان بس.
هنا بقى نبدأ نحطهم جنب بعض بأي شكل احنا عاوزينه. انا استخدمت القطاعة دي بس علشان خاطر اشيل الجزء اللي فوق ده واحط ال3 بلالين جنب بعض يبقوا لازقين في بعض يعني. انا هسويهم على السفنجة دي، هي اي سفنجة هتنفع بس دي اللي كانت عندي يعني. هعمل شوية تضليل بألوان باستل. هنحطها بقى في الفرن نخبزها لمدة مثلا 15 دقيقة، وبعد كده نطلعها عشان نعمل الجزء اللي ورا بتاعها اللي هو هنلزق بيه الدبوس. انا بحب استخدم صلصال سائل وصلصال عادي علشان خاطر الزق الدبوس كويس جدا واسويه.
ده لما بنعمل كده خلاص بيثبت جامد جدا، احسن بكتير من ان احنا نستخدم اي لزق مع الوقت هيفك، لكن ده كده مش هيفك ابدا لان الصلصال هيبقى لازق في بعضه خلاص، فالدبوس عمره ما هيفك. دي هي افضل طريقة عشان خاطر نعمل بيها بروش او حلقان او كده. لازم نستخدم صلصال سائل وقطعة صلصال ونلزقهم على الشكل نفسه من ظهر. نحطه بقى على السفنجة تاني وندخله الفرن يكمل بقية السوا بتاعه. بعد ما يخرج بقى من الفرن هناخد الخيوط اللي زي ما انتوا شايفينها دي، اي خيط عندكم زي ما انتوا عايزين، وهنلزقه بسوبر جلو او امير يعني على في الحتت الحفر اللي احنا عاملينها في البلالين من تحت. انا ما صورتهاش لاني نسيت اصورها بصراحه، بس انا كنت عامله بروش قبل كده وكنت عامله فيه رجلين بنفس الطريقه. هحط لكم اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف. وبس احنا كده خلصنا. يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ميرسي، باي باي.